مساء الفل، ازيكم عاملين ايه؟ فيديو جديد. وفيديو النهارده هعمل معاكم الميك اب اللي عملته في قرايه فتحتي. دي اكتر حاجه سيمبل ممكن تعمليها في الدنيا. انا كنت قلتلكوا ان انا عاملاها بسيطه قوي، لان هو كان اتفاق قرايه فاتحه، فتقريبا ما كانش في حد اصلا معزوم، وما كانتش قرايه فاتحه بقى بالمعنى، حاجه زي مقابله كده. فدي ابسط حاجه ممكن تعمليها. شاركت معاكم قبل كده الدرس وكل حاجه جبتها، فلو ما شفتوش الفيديو هسيبهولكوا في صندوق الوصف، ممكن تشوفوه على طول. اول حاجه انا استخدمتها ان انا رطبت بشرتي. انا كنت مستخدمه هنا ايفال جل. ده نوع مرطب كده كويس، جل للبشره مش كريم. يعني البشره بتتشربه بشكل كويس. هنا انتي لما بتحطي مرطب على بشرتك، خصوصا لو هتعملي ميك اب، لازم تستني لما بشرتك تشربه خالص. فهنا كنت بهويه، يعني بستنى عليه ان البشرة تشربه كله. اي مرطب بتحبيه استخدميه. ده الفاونديشن بتاع ايرموت، برضو بحب استخدمه، بس بستخدمه بقى في المناسبات، بس مش بستخدمه دايما. آه، فانتوا برضو شوفوا انتوا بتحبوا تستخدموا ايه للاستخدام اليومي. بيكون افضل الفاونديشن بتاع فيتمي، لان ايرموت شوية التغطية بتاعته بتكون عالية. هنا بقى انا حطيت نقط كده بسيطه، ما كنتش حاطه حاجه كبيره. و... وبدات ان انا بالبيوتي بلندر كده ادمجه. المفروض ان احنا بنطبطب مع يعني بنشد خفيف كده على البشره، بحيث ان احنا ندمجه بشكل كويس. عايزه اقول لكم برضو من افضل المرطبات اللي انا جربتها المرطب بتاع ستيفز، كان حلو قوي برضو. انا طبعا يعني بقول لكم الحاجات اللي احنا كلنا كبنات ممكن نعملها. يعني انا مش ميك اب ارتست، مش بعرف احط ميك اب حلو والحاجات دي. انا بس كان اليوم ده حسيت ان انا عملت حاجه كويسه ويعني فقلت ايه، اطلع كده اوريها لكم. بعد كده استخدم الكونسيلر بتاع فيت مي. انا كنت جايباه درجة فاتحة شوية، لان كان في منه درجة غامقة، بس انا حبيت الفاتح اكتر. يعني حطيته على عيني كده بطريقة عشوائية. انا بصراحة مش بحط الكونسيلر بطريقة بيرفكت يعني، بس كمان مش بحبه. بحس ان هو احيانا بيبرز اصلا انتفاخات تحت العين، فممكن يكون النوع بتاعي هو اللي مش كويس. بس انا بحب كده احطه وادمجه على طول، مش بحب احطه لتحت قوي يعني. البيوتي بلندر طبعا بتكون مبلوله ميه ومتنشفه خالص، يعني يدوب منديه كده. من الباقي بتاع الدمج اللي انا دمجته تحت عيني، بحط بس فوق عيني حاجه بسيطه كده. بس بلاش ان انتوا تحطوا كونسيلر فوق عينكوا دايركت، عشان بتحسوا ان هو خطط. فانا مش بحب احطه يعني دايركت كده فوق العين. دي بقى حركة هبلة اصلا، كنت بفتكر انا عملتها ولا لا. مش عارفة يعني، بحس لما بعمل كده بيدي ضي شوية لعيني، لوشي يعني. فباخد خط كده وببدأ انا ادمجه بطريقة عشوائية جدا. بس بحس ان هو بيدي ضي للعين. جربوها كده يعني، للوش مش للعين. جربوها وهتعجبكم. بعد كده بقى استخدمت المصحح الحواجب بتاع مايت سينما. انا في اليوم ده ما استخدمتش الماسكارا بتاعه الحواجب، عشان النوع اللي انا كنت جايباه معاكم قبل كده قلت لكم هجربه، ما عجبنيش خالص. حسيت ان هو بيخلي الحواجب شكلها مش مظبوط بصراحه. انا بحب استخدم الفرشه الصغيره دي بتاعه البالت نفسها، علشان الشعر بتاعها بصراحه بحسه يعني اللي هو واقف كده ماسك من نفسه، بس في نفس الوقت بيرسم كويس. يعني مش عارفه، بس انا بحب الفرشه الصغيره دي، بحب ان انا ارسم بيها. فانتوا على حسب ما يريحكم يعني. وانا بس هنا مليت الفراغات مش اكتر، ما حبيتش ان انا اتقل في شكل حواجبي قوي او ارسمها جامد يعني. انا بس مليت الفراغات بتاعتها. وهنا اللون اللي انا كنت مستخدماه كان اللون البني. عايزه اقول لكم ان الرمادي برضو بيكون عليا حلو. هنا كنت حاسه ان انا تقلت من بدايه الحاجب، فكنت بحاول اخففه بس شويه. طبعا لو بنعمل الحواجب بدون اي ميك اب بنحس شكلنا غريب، بس بعد كده الدنيا بتظبط يعني. اي برضو باودر انتوا مرتاحين عليه ممكن تستخدمه، بس انا بحب مية سينما قوي. هنا كنت بحاول ان انا اسرحها بقى عشان اظبط شكلها اكتر باي فرشة حواجب كده، اظبطه بس الشكل بطريقة احسن يعني. بعد كده استخدم الباليت دي بتاعت ان دي، فيها الدرجة اللي انا كنت حابة احطها اليوم ده. هي درجة بنيات كده على كشميرات، حاجة كده غريبة، بس الدرجة دي كانت لايقة مع اللي هلبسه.
فاخدت منها كده بالفرشة وبدأت ان انا احط على جفن عيني. بصوا انا كنت عايزة احط حاجة خفيفة يعني تدي ضي كده شوية، مش عايزة بقى احط اي شادو او العب في عيني كتير. فهو انا حطيت درجة واحدة بس، ما حطيتش ازيد من كده، ودمجتها على عيني من فوق على كل الجفن، ما حطيتش اي حاجة تانية. والاحسن طالما حاجة خفيفة يعني ان انتوا تعملوا كده. بعد كده من ناحية الفرشة التانية اللي هي كانت مسطحة شوية، ببدأ ان انا اخد خط بس بسيط من نفس الدرجة تحت عيني. ده برضو بيدي نتيجة او شكل للعين حلو قوي. بعد كده بقى مرحلة المسكرة، هنستخدم المسكرة بتاعت ان الزرقاء. برضو اي مسكرة بترتاحوا عليها، بس دي انا حبيتها. بس في نفس الوقت دايما بقولكوا ان هي لو انتوا عايزين كثافة للحواجب للشعر للرموش يعني، هي مش بتدي كثافة قد ما بتدي طول. هي بتطول الرموش قوي لكن مش بتديها كثافة. انا ما كنتش عارفه الضي ده جاي من فين، بس تقريبا انعكاس المرايه اللي انا ماسكاها، فكنت بحاول افهم ايه ده، اللي هو ايه ده جاي من فين. حط بقى الماسكارا بطريقه عشوائيه كده. انتوا طبعا بقى لما في الموقف نفسه بتظبطوا الدنيا اكتر، انا كنت بس بحاول اوريكم الفكره. حطيت فوق وحطيت تحت علشان بيخلي شكل العين احسن لما بتحطي فوق وتحت كده. الماسكارا بتاعت ايسنس برضو حلوه قوي. بعد كده قلم حواجب من ان عادي جدا، بس درجته بني عشان انا عيني ضيقه، ما ينفعش ان انا احط فيها اسود. وحطيته كده من خط الرموش اللي بره خالص، يعني انا ما دخلتش جوه عيني خالص. بعد كده البلاشر بتاع مايت سينما، هو لون بينك فاتح جدا. حطيت حاجه بسيطه خالص على خدودي، ما حطيتش كتير يعني، وبس كنت عايزاه يدي شكل مش اكتر. بصوا بقى انا ما عملتش كونتور وما عملتش حاجات جامده قوي في البشره. هنا بقى الليب بالم بتاعت دي كانت بتاعت ماي واي، حلوه قوي، من احسن الحاجات اللي ممكن تستخدموها في ماي واي بجد. بحب احط الليب بالم قبل الروج عشان بتديني نتيجه كويسه يعني. بعدين حطيت لون الروج ده، هو برضو من بنيات لكشمير، الدرجه بتاعته بني فاتح قوي او كشمير غامق حاجه كده. وحطيته على كل شفايفي، كان شكله برضو حلو جدا، هادي كده، وكان الشكل حلو. دي ابسط حاجة بجد ممكن تعملوها، وحاجة كده تسموها اللي هي بتجمل الشكل من غير ما يكون فيه تفاصيل كتير، من غير ما نكون حاطين حاجات مغيرة شكلنا خالص. بعد كده هايلايتر خفيف بقى يدي ضي للوش من البالت اللي انا كنت ماسكاها دي بتاعه سيفورا، بس انا كنت مبهدلاها حرفيا لانها وقعت مني والالوان دخلت في بعض. بس بحب احط منها برضو الهايلايتر بتاعها. وبكده يكون خلص فيديو النهاردة، وده اللوك النهائي. الكاميرا للأسف مش جايباه قوي، بس دي فعلا أبسط حاجة ممكن تعمليها وأحلى حاجة تقريبا. بكده يكون خلص فيديو النهاردة، واستنوني في الفيديو الجاي. باي باي.